وجيت لكم النهارده بقى بالاكله المقربه لقلبي، اكله بتدخل قلبي قبل معدتي. السمك المقلي يا جماعه، مفيش حد اسكندراني ما بياكلش سمك، وخصوصا السمك المقلي المتغرق ليمون واللي معمول صح الصح بكل تكاته، تكات الاسكندرانيه الصح. حاجه كده رائعه جميله. السمكه كده تبقى متبله كلها وشاربه التتبيله وطعمها خطير. حاجه كده ما ينفعش تستغنى عنها كل اسبوع. تعالوا اقول لكم بقى تريكاتي عشان يطلع معاكي السمك انجح من المطاعم. اول حاجه، انا بنضف السمكه كويس جدا جدا جدا، لازم تبقى بيضه قشطه من جوه، ولو عندك فرشه سنان خليها كده، دي لتنظيف السمك. وطبعا بقطعها شرايح، لازم كده بقطعها 3 شرايح مثلا في كل ناحيه، عشان لما اجي اتبل السمك التتبيله تدخل في كل حته فيه وما ياخدش وقت معايا، ويبقى بسرعه كله شارب من التتبيله. انا هنا فصصت حوالي راس توم صغيره وقرنين فلفل، وهتحطي بقى توابلك المحترمه، كمون وكمان كزبره، ولو عندك بهارات السمك بقى ما اقولكيش بتودي التتبيله في حته تانية. طب ما عندكيش حبه زعتر صغننين وحبه جنزبيل صغننين وورق لورا صغننين بودر، حطيهم ودي هتكملي بيهم بدل ال7 بهارات. انا هنا خلاص دقيت التوم، وانا مش بعمله بالبفرمه، انا تقليديه شويه في المطبخ وبحب ادق التوم. بحس ان انا بعمل اكل، بنبسط، انا بستمتع وانا بعمل الاكل. هنا تبلت السمك وتبلته تتبيله كويسه من بره ومن جوه، لازم في كل ناحيه تشرب من التتبيله بتاعتي. وهنا طبعا جبت شويه زيت على نار عاليه مش على نار واطيه. وهنا بقى التركايه التانية، ان انا بحط طبق فيه دقيق والطبق التاني فيه ميه. طب فيه ميه ليه؟ علشان بعد ما اتبله بالدقيق كويس هحطه في الميه عشان الزيت بتاعي ما يتحرقش ويبوظ، والسمكه ما تشربش كمان زيت كتير. ودي تركايه اسكندرانيه يعني، مش اي حد هيقول لكم عليها. انا هنا تبلت السمكيه كويس جدا بالدقيق. حابه تتبلي الدقيق بتاعك بملح وكمون وال7 بهارات او بهارات السمك، اوكي، بس انا حاسه ان السمك كانت متبله كويس جدا، مش محتاجه خلاص. وهنا بقى بحط الميه، سوري على المنظر بس هو السمك لغوصه معلش. هنا بقى اتفرجوا على جماله واللون الذهبي اللي قلتلكوا عليه، وتفرجي عليها بقى اول ما بتطلع مع رز الصياديه والسلطه بتاعتك الخضراء والليمونه اما تتعصر عليها، حاجه كده خيال. بصي ريحه البيت كله، الجيران هتطلع لك وتقول لك انت عملتي السمك الحلو ده ازاي، قولي لنا التركات اللي انت عملتيها في السمك عشان تطلع بالحلاوه دي. هستناكم تقولي رايكم بقى في الكومنتات، وتكتبوا لي الوصفات اللي انتم محتاجينها. انا في فعلا ناس كتبت لي وصفات كتير هي محتاجاها، هنزل لكم بيها الفتره الجايه ان شاء الله وصفه. باي باي، واشوفكم في فيديو جديد.